السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. طبعا يا جماعة اللي على ايدنا الشمال ده المتحف المصري الكبير، وكده دي طلعت ميدان الرماية من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، كده أكني رايح على الرماية. بس طبعا أنا ما كملتش على طول، كان هيبقى المتحف المصري على ايدي اليمين، فطلعت الطلعة بتاعت الدائري دي يا جماعة محطة الأتوبيس الترددي اللي شفناها في الحلقة اللي فاتت. طبعا كده احنا في اتجاهنا الى سلام ومرجع عاشر، سلام ومرجع عاشر، سلام ومرجع عاشر، واحد سلام مرجع عاشر، يلا هنطلع واحد. طبعا اجمل مكان في الجيزة هنا يا جماعة، ده اجمل مكان. بص انت قريب من كل حاجة، انت الدائري تحتيك، يعني ممكن بسلم من البلكونة بقيت على الدائري، مش محتاج تنزل الشارع وتلف وتركب عشان تطلع فوق الدائري. كمان انت جنب المتحف المصري الكبير، يعني الاهرامات، يعني قعدة السطوح بملايين. ده غير ان الجنب التاني فنادق، فاهمني، والدنيا هناك الجو بحري وكل حاجة، انت يعني حفلات شايف، افتتاحات شايف، الدنيا جميلة جدا يعني. طبعا كده انا في اتجاهي الى طريق المنصورية الاول، النازلة الجاية تبقى المنصورية، بعديها الوصلة اللي بتحولني على دائري المعادي، واخد بالك انت. هنشوف الكلام ده مع بعض طبعا. بص طبعا ده بعد التجديد بقى يا جماعة، بص اللون الاصفر بتاع العمير ده الموحد ده كده بعد ايه التجديد بقى، يعني الدائري هيبقى بعد كده ملون. طبعا المكان بص يعني الخضرة دي والشجر ده يعني بيخلي الطريق شكله حلو، غير لما تكون عماير وصحراء ومش عارف إيه. بص المنظر كده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، خمسة وخميسة في وشك. بص الطريق جميل، الله اكبر. بص الحارة دي انا ماشي في طريق حارة اتنين تلاتة اربع حارات، وفي ايه حتة كده على الجنب اهيت عشان لو عايز موتوسيكل يقف ولا حاجة. طبعا اللي على ايدي اليمين الصغير ده فاصل، ده بس انا مش عارف هو متساب لي كده وحش برضه، يعني مش متساوي عشان ايه، ممكن العربية تنزل في حفرة، يعني في حتت حفر منها. بس ده بقى ايه اللي توسع، واخد بالك انت. يعني الدايرة اصلا كانت ثلاث حارات دولت، الحاره اللي على ايدي الشمال ودي الحاره اللي في النص ودي الحاره اللي انا ماشي فيها. طبعا الناحيه التانية بقى دول حارتين بقى ايه، او دي الحاره اللي زادت في الدائري. ده التطور يا جماعه اللي حصل في الدائري، واخد بالك انت. فدلوقتي بقى ايه، ايه رأيكم نخش ونطلع من دائري المعادي ولا نكمل تاني دائري مرج سلام عاشر؟ يلا انا معاكم، هي النازله اللي جايه دي يا جماعه الوصله، يلا بينا توكلنا على الله. خلاص هي طلبت نمسك الدائري التاني، مش احنا صورنا واحنا جايين من موقف العاشر والسلام والمرج والاتوبيس الترددي المحطات اللي شغاله. النهارده بقى نصور المحطات اللي مش شغاله اللي لسه تحت الانشاء. يبقى احنا كده خدنا الدائري داير ما يدور، كده احنا لفينا الدائري كله يا جماعه. يعني الحلقه اللي فاتت خدناها من الموقف العاشر والسلام ولغايه اكتوبر، تمام كده، لغايه دخل الطريق الواحد طريق اسكندريه الصحراوي. النهارده احنا هنمسك الدائري من عند المريوطيه، وانت جاي بقى من طريق الواحات الطريق السياحي بتمسك الدائري. احنا بقى هنمسك الدائري من هنا، من يعني ايه، هنتقابل بقى احنا مع الطريق السياحي، واخد بالك انت. فهنمسك برضه اول الدائري ولغايه العبور، يعني احنا هنبقى لفينا الدائري كله. طبعا دي يا جماعه عماير المريوطيه اللي على ايد اليمين دي عماير المريوطيه. طبعا احنا تحتينا طريق المريوطيه. طبعا طريق المريوطيه ده اخره انت بتطلع الدائري هنا بقى على الكوبري، احنا فوق، فاحنا كده هننزل على الدائري اوتوماتيك يعني، فتحت تبقى زحمه شويه. فاحنا كده اوريدي كنا هنمشي من فوق، ما كناش هنمشي من تحت، بس انا بقول لك من باب العلم بالشيء ولا الجهل بيه. طبعا شاف الجو رايق والدنيا حلوه، دي بقى ميزه الطرق الجديده، فاهم. الدنيا ما بتتوسع، بتلاقي بقى خلاص بقى بتبدا العربيات خلاص كل واحد عرف طريقه، وفي لو حته زياده همشيها، بس همشي في الدنيا سالكه وسهله، مفيش مشكله. بس انت سهلت الدنيا بدل الزحمه والتكدس. طبعا ده كله احنا كده في قلب القاهره، بس ايه بقى من فوق، تمام. ده كده مش دائري يا جماعه، ده اللي انا الطريق اللي انا ماشي عليه ده مش الدائري.
الدائري اللي انا كنت ماشي عليه من شويه ودخلنا يمين، الوصله دي اللي احنا عليها دلوقتي اللي هتمسكنا الدائري التاني، فدي الوصله اللي في النص، دي جديده. فدي برضو منعت زحمه جامده جدا. احنا كنا ممكن عشان نعدي الطريق الناحيه التانيه نخش الهرم، ومن الهرم على الماريوتيه او من المنصوريه وناخد من عند ابو الهول ودريك تريك تريك ونطلع الدائري ايه من هناك. طبعا ده وفر بقى الحته اللي انت هتعملها دي، وتكسير بقى ومطبات وزحمه، دي وفرت بقى. بص هنا طبعا الحته دي الطريق ده يا جماعه سرعته 80، الطريق ده سرعته 80. النقل بقى ينزل 20، يعني يبقى ماشي 60. خدت بالك انت؟ يعني الملاكي يمشي 80 انما النقل يمشي 60، اقل ب 20. النقل بقى اللي هو الدبل بقى والكلام ده يمشي 40. هو ما بيمشيش اصلا هنا خالص، يعني هو ما بيمشيش هنا. بس اللي انا اكتشفته ان كل عربيه يعني السرعه المحدده على الطريق لو هي 80 فهي 80 للملاكي. ال ال النقل بتنزل 20، النقل تقيل خالص بقى بتنزل 40 عن الملاكي. طبعا ده كله كمان احنا على الطريق. طبعا ده الفندق اللي على ايدنا اليمين، وطبعا بعد ما اتعمل المحور ده الفندق ده وقف بقى خلاص ما اشتغلش تاني. طبعا خلاص المنطقه او المكان ما بقاش سياحي بقى، خلاص بقت منطقه شعبيه عشوائيه. بس مش عارف ليه ما باعوش يعني، وكان عمل مشروع وطلع بيه عمارات اي حاجه يعني، كانت الدنيا تبقى احلى واجمل يعني. بس هو كان جميل يعني. طبعا يا جماعه احنا كل ده ما مسكناش لسه الدراسه، خلاص احنا كده نازلين على الدائري. دي كلها يا جماعه عماير الماريوتيه. طبعا كده على طول بقى نطلع على ايه؟ بس هو مفيش على طول اصلا يعني، بس انا بقول لك يعني لو ماشيين من تحت وكملنا على طول هنطلع بقى على قاعات الافراح بقى ايه اللي على ترعه الماريوتيه. واخد بالك انت حضرتك؟ شايف المنظر الجميل؟ شايف تقسيمه العمارات؟ تحس انها عارف لعبه ماريو وانت بتتنطط كده من فوق حجاره كده يعني، فاهمني؟ سلاحف النينجا. يعني انا شايف الجو ده بصراحه، مش عيني شايفاه، حاسس ان انا هيطلع نينجا من دلوقتي، مايكل انجلو. كبسوا كبسوا. والله يا جماعه احنا كنا احلى من كده بكتير. حصل والله. بس الزعل بقى، الزعل غير ملامحنا، والايام مسحت بينا الاسفلت لحد ما كل حاجه اتغيرت. ما اتجنناش لسه والله. احنا بس من الشقه لشقه ما ارتحناش ثانيه. على فكره بتفرق لما حد الدنيا بتبهدله عن واحد بيلاقي كل حاجه جاهزه. يعني انا افتكر من ساعه ما جيت على وش الدنيا دي وانا يعني يوم اتعلم ويوم يتعلم عليا. ما انا بتعلم من الشارع، والشارع حضرتك فيه اللي انت مش هتلاقيه في اي مدارس، والكلام ده بجد مش شعارات. فتلاقي الشباب فاهمه الدنيا بدري فبتكبر بسرعه، فاهم؟ انا عارف على فكره اني خدت القرار الصح ومش عايز افتح في مواضيع واتكلم كتير، بس انا بتغلبني الذكريات الحلوه مش اكتر يعني. وزي ما حضرتك عارف يعني ان اي راجل جواه طفل، الطفل ده بقى لو اتساب لوحده على فكرة سهل جدا يروح مع اي واحدة تقول له تعالى نروح باي. الانسان ضعيف. متقلقوش يا جماعة، والله انا كويس الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، مفيش حد احسن مني. بس انا مش زعلان، انا مش زعلان. عارف ليه؟ هقول لك. انا يعني انا كنت، بس خلاص يعني الحمد لله ما بقتش. يعني كفايه بس ان انت تحب واحده وتطلب وجودها وما ترضاش.
في ناس كده لما تلاقيك هتصونها يعني ايه ما بتتبسطش. وعلى فكرة التريقة على صحة جيل التمانينات دي مبالغ فيها بطريقة كبيرة جدا. يعني احنا تمام على فكرة وبنصوم وبناخد العلاج وفي ميعاده كمان يعني. بنتأخر في الشغل بس بنروح يعني، فاهمني. على فكرة العلماء برضو اكتشفوا ان التدخين مضر بالصحة. لا مش مضر بالصحة، انا اسف. العلماء اكتشفوا ان التدخين مش مضر بالصحة ولا حاجة، انتوا بس اللي مضرين بالصحة. السادات يا جماعة كان ليه حكاية كده الله يرحمه، حكاية جميلة قوي هحكيها لك. بيقول لك ايه، في عالم السياسة في قانون بيقول لك ايه، انك ممكن تخدع الناس كلها بالتقارير والارقام، لكن صعب انك انت تخدع رئيس اتربى في الغيط وفهم طبع اللي بيمشي على رجلين واللي بيمشي على 4 رجول. حلو كده، كلام جميل، جميل الكلام. صليت بينا على النبي. الحكاية بتقول ايه بقى يا سيدي، ان الرئيس الراحل انور السادات سأل وزيره سيد مرعي، كان سأله عن مشروع تسمين العجول اللي هو كان في الفيوم. فالوزير حب يعني ايه يجمل الصورة بقى، فقال له كله تمام يا ريس وجاهز للاحتفال او للافتتاح يعني. فالسادات بقى ايه يعني راجل برضه مخضرم وفاهم ايه اللي بيحصل يعني، فقال له عال قوي، احنا بكره الساعة 10 الصبح هنفتتحها. هنا طبعا سيد مرعي وقع في شر اعماله. يعني هو اصلا ما كانش فيه مزرعة من الاصل يعني. المهم جري على الفيوم وقام عامل حركات بقى سينمائية من اللي احنا بنشوفها في المسلسلات والافلام دي، وقام اجر عجول وقام اجر جواميس وجاب فلاحين وحطها في الارض، وبقت يا سيدي ايه، مزرعة عامرة في ليلة وضحاها. صليت بينا على النبي. المهم جه السادات وشاف الخير ده كله والناس كلها سقافت، بس السادات بقى عشان مكار قبل ما يمشي خد سيد مرعي كده على جنبه وهمس في ودنه، فقال له سؤال كده بس سؤال صعب يعني. شوف انت ممكن يغمى عليك من سؤال، تصدق ان انت ممكن يغمى عليك من سؤال حد يكتشف حاجة انت محدش يعرفها غيرك انت. فالمهم بيقول له انت اجرت الجاموسة بكام يا سيد؟ طبعا هنا الوزير اتجمد في مكانه، هو اعترف كان ب 10 جنيه يا ريس، 10 جنيه. فرد السادات كده خبيث برضه، خد بالك يعني، قال له مش كتير 10 جنيه يا سيد، مش كتير 10 جنيه على 12 ساعة إيجار. طبعا هنا الوزير اتجنن يعني، فقال له مين الخاين يا ريس اللي بلغ سيادتك؟ مين؟ قول لي عليه بس. فالسادات ضحك فقال له الجملة بتاعته العبقرية، يا سيد أنا فلاح وابني فلاح، أنا دخلت الزريبة لقيت البهايم هايجة، راجل فاهم ولقى البهايم مش على بعضها، والحالة دي طبعا ما بتحصلش إلا لما بتكون البهايم غريبة، مش من المكان، مش في زريبتها. القصة دي طبعا يا جماعة مش نكتة، أنا عارف إنها تضحك بس هي مش نكتة، دي قاعدة إدارية ذهبية. يعني مثلا لو دخلت على مدير أو مسؤول ولقيته دايما هايل وبيشطح في ده وينطح في ده وقراراته كلها متوترة ومش راسي على بر، مش عارف هو عاوز ايه، اعرف فورا انه عامل زي جاموسة سيد مرعي كده. مسؤول مش في زريبته يعني، فاهمني، شخص في مكان مش مكانه، لا هو فاهم الشغلانة ولا الشغلانة طايقاه. فعزيزي المشاهد، عزيزي المستمع الجميل، والله انا سعيد معاكم بالحلقات الجميلة دي، وعاوزك تقولي في الكومنتات بقى انت قابلت في حياتك مسؤول مش في زريبته قبل كده، بدون ذكر اسماء طبعا يعني، فاهمني، عشان إيه لو انت قابلت اكتب لي في الكومنتات وهو كلنا نروح مع بعض في داهية، فاهم يعني. لو رحت في داهية اعتقد مش هيبقى قدامك حل غير من الاثنين، يا اما الموضوع ما يظهرش ويعدي على خير، يا اما تتحبس ويجيبوا لك الغلباوي. طبعا الغلباوي ده مهنته حاجة من الاثنين، يا يجيب لك براءة يا المحامي هو اللي يتحبس، انت مش هتتحبس. دي يا جماعة مهنة زمان كانت موجودة، كانت مجننة قضاة مصر كلهم. تخيل كده انك تعيش في مصر قبل سنة 1868 مثلا، ده في كليات حقوق ولا محاميين ولا بدلة ولا روب، فاهم حاجة؟ فتفتكر بقى في وقت زي ده ايه اللي هتعمله لو انت وقعت في مصيبة، فاهمني. الحل بقى طبعا زمان في الوقت ده كان شخص واحد بس،
ده الشخص ده كنت تلاقيه قاعد في كشك كده، كشك خشب قدام المحكمة، اسمه الغلباوي. فاهمني؟ ده يا جماعة يعتبر الجد الشرعي للمحامي اللي موجود حاليا، المتر. لكن طبعا بمواصفات خاصة جدا. يعني كان غالبا كده رجل أزهري، فاهمني، حافظ للشرع والعرف. طبعا بيبقى أساسي عنده لسان ما بيبطلش كلام، يقدر يجادلك بطريقة جبارة ويشكسك لساعات طويلة من غير ما يتعب. دي مهنة الغلباوي. فاهمني؟ سلاحه ما كانش المراجع القانونية، فاهمني، لا ده سلاحه كان طول النفس. يفضل واقف كده قدام القاضي، يلف ويدور عليه ويلف ويدور بيه كده زي ما انت بتلف وتدور على اهلك. طبعا كان بيحلي الكلام، ما كانش بيقول كلام كده لا، كان بيخلي الكلام جميل كده، فاهمني، وكل تفصيلة صغيرة بيجادل فيها، فاهمني، لحد ما اشتهر بالمثل الشعبي وقتها. كان في مثل بيقول لك لو على البراءة ناوي روح للغلباوي. وهو كان زنان، فاهمني، بيزن كتير. القاضي كان ساعات بيوصل لمرحلة ان هو بيجيله انهيار عصبي، فاهمني، فبيصدر حكم تاريخي، تاريخي اتكرر كتير قوي، اللي هي حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس الغلباوي 24 ساعة تأديبا له. يا نهار ابيض، المتهم يخرج براءة ويدخل السجن. المحامي بتاعه. طبعا العجيب ان الناس كانت ما بتثقش في الغلباوي الهادي. ما هو كان في من ده وفي من ده، يعني فالناس ما كانتش بتثق في الغلباوي اللي هو ايه، الهادي، اللي هو بيقدم بقى ادله وبراهين والكلام ده. لا، ده هم كانوا بيعشقوا، بيموتوا في الغلباوي الرغاي اللي بيتكلم كتير، بيحسوا ان هو بيبذل مجهود، يحس ان هو ايه، يقول لك ايه، ده بيحلل قرشه، فاهمني. ولان طبعا المنافسه زمان برضو كانت شرسه جدا، يعني إيه، الغلباوي ده كان في شعار ليه كده بيسوق بيه لنفسه، بيقول لك الدفع بعد البراءة والفرج، فاهمني. طبعا المهنة دي دلوقتي انقرضت، بقت المتر، محامي، ده كله طبعا انقرض بعد انشاء كلية الحقوق. لكن فضلت برضو كلمة غلباوي في قاموسنا المصري. ما اعرفش حد كان يعرف الحكاية دي ولا لا، بس الغلباوي دي احنا بنقولها على كل شخص بيجادل بقى، فاهمني، ويناهد معاك ويقلب الحق باطل وكده يعني. لو انت تعرف اي حد في حياتك ينفع يشتغل غلباوي بامتياز كده، اكتب لي في الكومنتات كده وقول له مكانك في مكانك كان في المحكمة. الكوبري ده يا جماعة اللي بينزلك على صلاح سالم والسيدة عيشة، وعلى طول كده يكمل معاك برضو على الدائري المعادي والتجمع والكلام ده، وبيعديك برضو ايه من فوق بدل ما تقف تحت في الزحمة. هنا بيبقى فيه موقف برضو ميكروباصات بتركب ناس وبتنزل. فالكوبري ده معمول عشان خاطر لو عايز تنزل من السيدة عيشة، تنزل صلاح سالم، القلعة، الأباجية، كل ده تقوم نازل شمال كده، هتكمل على طول هتلاقي بص نازلة معانا على الدائري تاني عادي طبيعي، مفيش أي حاجة، يا بدل ما تعمل تكدس وزحمة تحت. يعني ده الفايدة من الكوبري. بس اخباركم يا جماعه؟ والله بجد انا سعيد جدا ومبسوط بالحلقه دي. مش عارف انا النهارده مبسوط ان انا بصور بالنهار، ومبسوط ان انا رجعت اتكلم عن شوارع مصر، ويا رب يديمها علينا نعمه وفعلا شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. زي ما احنا شايفين كده المحطة اللي جاية دي محطة الأتوبيس الترددي. زي ما احنا شايفين كده لسه هي برضو تحت الإنشاء، آه لسه ما اشتغلش. ده بقى الخط بتاع المنيب والتجمع وكل الكلام ده بقى، فاهمني. وهو كده الأتوبيس الترددي هيبقى واخد الدائري داير ما يدور، واخد بالك. فالجنب بتاع العاشر والسلام اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت
ده كده ده الجنب اللي اشتغل، والجنب بتاع الجيزة ده لسه ايه شغالين فيه. يعني جنب القاهرة خلص، وجنب الجيزة لسه. طبعا المؤسسة موافق العاشر لغاية شبرا مصر، أو نزلة اسكندرية الزراعي، أو نزلة المؤسسة عشان محدش يزعل. اللي جاية دي نزلة صقر قريش المعادي. بس طبعا ما ينفعش ان انا انزل يمين، لان انا ايه ماسك الطريق السريع، مش ماسك الطريق البطيء. المفروض من ورا كنت انا مسكت البطيء عشان ايه اقدر استفيد بالنزلات اللي جايه دي، اللي هي انزل طريق الاوتوستراد بقى صقر القريش، او ارجع تاني السيدة عيشة. ده طريق الاوتوستراد كده اللي تحتيه ده. ما ينفعش ان انا انط الطريق الناحيه التانيه، لان انا ما مسكتش البطيء من اول الطريق خالص. فاكر لما الطريق كان اتقسم نصين كده؟ دلوقتي بقى اجباري، اجباري هتنزل من عند كارفور على طول كده. هيقابلنا الكوبري اللي هو من خلاله نعدي كارفور. لو احنا مش رايحين كارفور بنطلع الكوبري، بننزل على طول اكنك رايح على زهراء المعادي، بدون ما نعدي على كارفور والزحمة بقى والميدان والكلام ده كله. فالكوبري ده يعديك الناحية التانية. ف بس ده بقى ايه، يعني احنا هنمشي من تحت ولا نكمل دائري؟ احنا نكمل دائري لغاية العبور. احنا هناخد النهاردة الدائري الدرج. يبقى احنا خدنا الحلقة اللي فاتت من السلام لغاية اكتوبر، والنهاردة خدناها برضو واحنا راجعين. فبص ده برضو محطة تانية اهيت، اتوبيس ترددي زي ما احنا شايفين برضو لسه تحت الانشاء. طبعا هتبقى حاجة جميلة جدا. وعلى فكرة الاتوبيس الترددي بالمحطة، يعني انت شوف هتركب كام محطة، وكل محطة ليها سعرها. يعني مش بالمحطة، لا، يعني كل 5 محطات اعتقد، 3 محطات 5 جنيه. هو حاجة جميلة. واللي عاجبني فيه بس ان هو ليه طريق لوحده، ملوش علاقة بأي زحمة. يعني انت في كذا منطقة تبقى فيها زحمة درجة عالية جدا، انت تبقى ماشي في الجنب التاني سالك، وتبص على الجنب اللي انت كنت ماشي منه الصبح، وتحمد ربنا ان انت ايه خلعت منه. واقف ابن لذينه، الطريق طويل، تحس ان هو 2 كيلو عربيات ماشية تاتا تاتا، وهوبا تلاقي اتوبيس ترددي جاي من جنبك كده زيو، ملوش علاقة بأي حد، ولا انت تقدر تنط في الحارة بتاعته، ولا هو هيقف لك. بس بقى بص حالة بقى التكدس بقى اللي هتحصل بقى، خلاص ما كله بقى مش هينط بقى من الميكروباصات، مش هركب ميكروباص، انا هركب الترددي. وليه حارة لوحده برضه، ما انت الموضوع معقد برضه. نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي مفيش اخرين يا معلم. بس جميل. انا اللي عاجبني فيه ان هو ليه حارة لوحده، فاهمني. واعتقد ان في زيادة في عدد الاتوبيسات. يعني المحطة الواحدة بتشيل 4 اتوبيسات، 4 رايح و4 جاي. فاعتقد ان معمول حساب الزحمه دي برضو. لا بس الاتوبيس بصراحه لا، عجبتني الفكره جدا بصراحه. انا لما اتقال ان هو هينزل الميكروباص يشتغل تحت الدائري والترددي، ولا هيشتغل اتلخبطت، هيشتغل ازاي ده؟ زي الميكروباص هيبقى محطاته ايه نفس محطات الميكروباص؟ طب الميكروباص هينزل هيقبل ازاي؟ طب هيطلع ده ازاي؟ فاهمني. هيبقى في مشاكل، هيبقى في زحمه اكتر، وفي مش عارف إيه. النقطه بقى دي بقى اللي انت ايه، السبرايز بقى، ليه خط لوحده، الدائري يتوسع فانت ايه، فانت لا ضرر ولا ضرار، داخل شويه وخدني جنبك يعني عادي يعني. كده احنا يا جماعه داخلين على المعادي. مش عارف الطريق طول ليه، بس انا مبسوط بصراحه ان الطريق طول بصراحه كل سنه وانتم طيبين يا جماعه.